عم مسعد كان مستني السباق يبدأ، وكريم طبعا كان جاهز إنه يحس بالمجد اللي كان محروم منه طول حياته. والسباق بدأ، وكريم بدأ يجري ويجري كأنه مفيش بكرة، وفعلا باين الفرق بينه وبين التانيين. طبعا واحد بيتمرن طول حياته عشان اللحظة دي، وخلاص كريم شاف خط النهاية وخلاص. كريم اطمن، بص وراه ملقاش أي حد وراه، وخلاص حس إنه قرب. فكريم اطمن إنه كسب السباق خلاص، وخلاص هانت اهي، هانت. بس مسعد جرى عشان يلحق كريم. مسعد مش فاهم ايه اللي حصل. كريم 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 انت كويس؟ شكرا يا مسعد، شكرا ليك، شكرا انك خلتني احس بشعور ما حسيتش بيه. شكرا انك حاولت عشان كريم مات. ومسعد مش مصدق، مسعد انهار والاسعاف جت، عمال يزعق وسعه عشان يلحق كريم. مسعد مش مركز في اي حاجه من اللي بتحصل، مسعد عمال يعيط. عمال يعيط ومش عارف يعمل ايه، بس فكر مع نفسه كده، قال ايه؟ اكيد مش هتبقى كده، اكيد مش هتخلص كده. ومسعد جرى عشان يرجع لآلة الزمن، يلحق اللي ممكن يلحقه. مسعد عمال يفكر هل دي كانت فكرة كويسة انه يبني الجحيم النفسي ده. بس مسعد راح للآلة عشان يلحق اي حاجة ورجع بالزمن. مسعد لأول مرة يخش آلة الزمن واستغرب من العالم اللي شافه. ايه كل الخضار ده؟ بس وهو بيستكشف لقى في فتحة بوابة كده، ولقى نفسه. انت آلة الزمن نجحت؟ قال له مسعد اللي في الماضي. نجحت، بس في حاجة حصلت لازم تعرفها. مسعد قال كل حاجة لمسعد. جماعة صح، ده بتولي الماضي وده بتولي الحاضر، عشان بس ايه لو حصل اي لخبطة يعني. مسعد اتفجع، ومسعد قال له انه لازم يلغي الفكرة. آلة الزمن دي كابوس. مسعد بتاع الماضي قال له انه لو لعبنا في الماضي انت عارف ممكن يحصل، صح؟ مسعد قال له مش مهم، بس لازم نلحقه، لازم نلحقه. مسعد الماضي سكت، مش عارف يعمل ايه. يختار بين اعظم انجاز عمله في حياته، ولا يختار اعظم شخص هو عرفه في حياته؟ ارجع يا مسعد، ارجع وما تخافش. مسعد الحاضر شكرا، شكرا. مسعد رجع الحاضر وجرى عشان يطمن على كريم، وقعد ينادي كريم يا كريم كريم، بس مفيش رد. زعق ابو مسعد من كتر ما هو متعصب. مسعد حاول يكلم كريم، حاول مرة
حد رد عليه. قال له كريم انت فين؟ ايه يا عم مسعد؟ كريم مين؟ ما انت عارف انه ميت، وبعد اذنك اوعى تكلمنا تاني عشان انت السبب في كل ده. مسعد استغرب، ايه يعني ايه انا السبب في كل ده؟ سمع صوت غريب. آلة الزمن اشتغلت. تستاهل عشان تعرف تلعب بالزمن كويس يا مسعد. بس السؤال هنا، هل انت جاهز اللي هيحصل لك؟ مسعد استغرب، معرفش مين ده، وحاسس انه دخل نفسه في كارثة هو مش قدها.